السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحتي للشعب اليمني يخلوا الحوت يحكمنا حتى مليون سنة، بس بشروط: يسلموا المرتبات، يوفروا الغاز، الكهرب، الماء، يخفضوا أسعار المواد الغذائية. مش هكذا. الشعب اليمني باغر حياة. الشعب اليمني باغر حياة. المنظمة اللي تدعم الشعب اليمني بالمواد الغذائية يرحمنا، يرجعوا اليهود يرحمونا أحسن من المسلمين، أحسن من الحكومة. وهم بعض المسلمين، بعض عقالة الحارات يبزوهن ويبيعوهن للتجار. ادخلوا المخازن حق التجار تبصروا مليان مواد غذائية من حق المنظمة. قدهم يكتبوا غير قابل للبيع وهم يبزوا يبيعوا. حتى السلة الغذائية اللي جاء من المنظمة عادكم تحاربون به. يا متى يكفين الرحمة بالشعب اليمني؟ عند اليهود والنصارى الرفق بالحيوان، الرفق بالإنسان، وإحنا عندنا لا رفق لا بالإنسان ولا بالحيوان. هل امتلأت يا جهنم ما تقول هل من مزيد؟ أبغى لكم الشعب اليمني حياة. هذا الحروب أخس حروب بالعالم، الموت بالبطيء. لا طلعكونا قيل لا موتى ولا نزلكونا، وظلتكونا نعيش بكرامتنا وباقي عمرنا وحياتنا. لا متى؟ لا متى؟ ارحمونا. يكفي 8 سنين احنا على الحالة هذه. أكثر الشعب اليمني انتحر، هذا يشرب له سم، وهذا يرقم بنفسه من سابع دور، وهذا يشنق نفسه، وهذا يقتل نفسه ويزيد يوثق. بعض الشعب اليمني قوم مهستر، قوم مجاني، قابهم حالة نفسية. أقسم بالله العظيم إنها أبصر كم من عزيز نفس، من عسكر، من مدرسين، من ضباط، من قادة، إن قوم مجاني لهدر نفسهم. لا متى؟ لا متى؟ ارحمونا يا حكومة، ارحمونا يا أنصار الله. يكفي من يكفي. والله إنكم محاسبين أمام الله. أقسم بالله إنكم محاسبين أمام الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.